السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم بتاريخ 16/7/2025. حلقة اليوم إن شاء الله هتكون مهمة محتاجة تركيز في رؤيتين جملة من ساعة ما فتحت القناة. رؤية بتاريخ 27/7/2019 والرؤية التانية بتاريخ 27/3/2022. الرؤيتين دول متشابهين لبعض. هقولهم لحضراتكم بيحكوا اللي بيحصل في العالم دلوقتي والأحداث العالمية، والكلام ده احنا نشرناه هنا في القناة عشان في ناس كتير بيقولك انت ماسك لنا الأولياء فقط. لا، احنا عندنا كتير قوي، بس أنا تخصص أولياء وبعد كده مهدي، مش المهدي رقم 1. العالم كله الآن العالم داخل نفق مظلم يبدل الله به كما يشاء. طبعا الأيام اللي فاتت أنا نشرت رؤى كتير على قناة علم الإمام المهدي بتتحدث عن قبور اتفتحت وأكفان ظهرت ورجوع أصحاب الكهف. ونشرت الفترة اللي فاتت الناس اللي بتابعنا رؤية فيها أمر عظيم، حين تجد الضباع ينهشون بعضهم بعض فاغلق عليك بابك واسجد وسبح بحمد ربك. وتحدثنا عن الطارق وميعاد الطارق، وبنتحدث في تواريخ، وقلنا عند اقتراب الطارق لأكبر نقطة من الأرض لا سدود ولا حدود لا قيود، ربنا هيعيد الأرض إلى سيرتها الأولى. الرؤية الأولى صاحبها بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاريخها 27/7/2019، والفترة ديت كانت قبل موضوع كورونا. 27/7، احنا النهاردة في شهر 7. عنوان الرؤية ثعبان أبو رصين. ثعبان لرصين. صاحب الرؤية بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم: رأيت في منامي خيرا إن شاء الله تعالى، وجدت نفسي مع رجل مسن في مكان مجهول، وجدت الرجل يبحث عن ثعبان وكان يتتبع أثره في صحراء رملية، فقلت له لن تستطيع العثور عليه في مكان كهذا، ولو أن الثعبان في مكان به أشجار فقد تعثر، يعني هتلاقيه عليه بسرعة، ولكن سوف أتتبع لك عن أثر الثعبان لعلي أجد له أثر. فمشيت مع الرجل نبحث في الرمال، فوجدت خطوطا مثل طرق متفرقة أحدثها الثعبان، يعني التعبان عملها حتى يضلل أثره. التعبان بيعمل خطوط مضللة عشان الناس ما تعرفش هو إيه، اللي هما الاتنين اللي ماشيين هو مشي في أي اتجاه. فكانت الخطوط مثل خريطة على الرمال، ولكني تتبعت خريطته التي أحدثها فوجدت أن الثعبان له رصين. ركزوا بقى هنا، الثعبان له رصين، راس بالشمال وراس بالجنوب. فقلت للراجل هل ثعبانك أبو رصين؟ فنظر بتعجب أو كأنه لم يفهم ما قلت له، فقررت عليه مع الإشارة بيد الاثنين وجنحته مثل جناح الطير مرفرف بهم، وقلت له هل ثعبانك له رصين وفمين؟ ليه رصين وفمين هكذا؟ فإني وجدت أثر الثعبان على الرمال وله رأسين وأذرع كالأخطبوط تشكلت في الرمال كخريطة. الرؤية ديت جات لنا بتاريخ 27/7/2019، والرؤى اللي بتجيلنا اللي احنا اتعلمناه في عالم الرؤى تتحقق بعد أسبوع، أسبوعين، شهر، سنة. يبقى 4 حاجات. الرؤية يا تتحقق بعد أسبوع
أو أسبوعين أو شهر أو سنة، وأنت وحظك ممكن تتحقق تاني يوم، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيشوف الرؤية بتتحقق تاني يوم. يا ترى إيه هو الثعبان أبو رصين، وإيه الخطوط اللي كان بيعملها وكان بيخفي شيء، ويا ترى مين الشخص اللي كان بيتتبع الثعبان، ويا ترى مين الشخص اللي شاف الثعبان برصين. تعال نشوف الرؤية التانية. صاحبها بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرؤية كانت يوم الحد 27/3/2022 دوت، وكان نهاية البرهة في الوقت دوت. كنا احنا اتكلمنا على نهاية البرهة في 2022. الرؤية بعنوان: الرؤية أصحاب القرية الثلاثة والآية المماثلة قرأتها من الجهتين. صاحب الرؤية بيقول لك: بسم الله الرحمن الرحيم، رأيت في منامي هذه الرؤية. شاف رؤية من مشهدين أسأل الله خيرها. بيقول المشهد الأول: عرضت أمامي آية قرآنية من سطر واحد، قرأتها من اتجاهين متعاكسين، نفس الآية ونفس الترتيب، قرأتها من أولها إلى آخرها، هي نفس قراءتها من آخرها إلى أولها، بمعنى أن أول الآية هو آخرها، مثل معادلة حسابية بنفس الأعداد، لكنهم بإشارتين مختلفة، سالب وموجب. بيقول: فلما قرأتها كنت أحفظها، ولكني بعدما صحيت من نومي لم أعد أتذكرها، فيا ترى ما هي الآية التي تقرأ من ذات اليمين بنفس قراءتها من اليسار؟ وكان الآية تمثل توأمين مخلوق له رصين. الرؤية الأولى كان تعبان لرصين. هنا الآية اللي هو بيقول عليها اللي تقرأ من ذات اليمين بنفس قراءتها من اليسار، كأن الآية تمثل توأمين، اتنين توائم، مخلوق الوصف بتاعه مخلوق له راسين بجسد واحد، كما لو أنها تشير إلى آيات أخرى محكمة مماثلة. وما علمته من الآية إنها قد تعني أول الأمر آخره. أول الأمر هو آخره، وآخره أوله، وظاهر الأمر باطنه. بيقول بقى المشهد التاني، ودوت اللي عاوز تركيز قوي قوي. بيقول: وجدت نفسي في قريتي منزل موسى، منزل واحد اسمه موسى، وهناك التقت روحي بأرواح 3 من أبناء عدل القرية، وهم الأب و2 أبنائه، 3 منهم كبارات البلد، راجل و2 ولاده. الأب اسمه سنان، وأبنائه ال2، واحد اسمه مصطفى والتاني اسمه عز الدين، والأكبر سنا مصطفى. وبينما كنت مع صديقي سنان نقف في ساحة القرية العليا أمام منزله، فقدم إلينا ابنه عز الدين يلبس غطرة على رأسه، لابس حاجة على رأسه. فلاحظت على وجهه البشاشة والسرور والنشاط الجسدي، كان يحتشد فيشد إزراره ورباط رأسه، وكأنه جاء ليستأذن والده على الرحيل متجها غربا. فقلت لسنان: أهذا هو عز الدين الذي يعاني من الصرع والمس؟ فقال: نعم. فقلت له: لكني أراه بحالة جيدة، كأنه لم يكن مصاب بأي مس أو سحر. فقال سنان: هكذا تجد حال عز الدين، أوقات يكن في حالة جيدة وأوقات في حالة سيئة عندما تأتيه حالة الصرع. ثم لاحظت على وجه أبيه شيء من الحزن على ابنه عز الدين. طبعا عز الدين بيرمز لحال المسلمين الآن. دول الرؤيتين اللي جم لي من ساعة ما فتحت القناة
بيتكلموا عن الأحوال اللي بتحصل دلوقتي ولسه هتحصل. الفترة الجاية هيكون حال المسلمين زي حال عز الدين واللبيب بالإشارة يفهم. بذكر حضراتكم العالم داخل نفق مظلم، ربنا بيبدل ما يشاء. الأيام اللي فاتت نشرت رؤى كتير بتتحدث عن القبور، قبور اتفتحت وأكفان ظهرت ورجوع أصحاب الكهف. جالنا الفترة اللي فاتت للناس اللي بتتابع 313، ونشرت رؤية الفترة اللي فاتت وما فسرتهاش. تفسيرها في أمر عظيم: حين تجد الضباع ينهشون بعضهم بعض الضباع فاغلق عليك بابك واسجد وسبح بحمد ربك. وتحدثنا على موضوع الطارق، وقلنا الطارق هو الإمام المهدي وليه علاقة بيه، والحرايق اللي بتحصل يوميا والكوارث من علامات ظهور الإمام المهدي. رؤية التعبان أبو رصين ورؤية عز الدين ومصطفى، يا ريت تعرفوا تفسيرهم وما تنسوناش بالإجابات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.